في دور خروج المغلوب بصوت رجل واحد ينادي البرتقالي: بركان بركان. الكرة ثابتة ومدرج العساكر لا يعرف السكون. الشعباني يبدو هادئا ويتفقد كرسي الاحتياط. تركيز البدايات أم هدوء يسبق العاصفة؟ ابتسامة حريمات وقبلة تسليم على خد مهري لا تعني بأن المدرجات لا تغلي. دفاع بركان المتقدم يمنع العساكر من الخروج بالكرة. شويعر فقد حذاءه لكنه لم يفقد الأمل في التأهل، والشعباني لا يكف عن توجيه بوخريس. مهري أحرق الكثير من السعرات ويحتاج إلى رشفة ماء ولحظة عتاب بينه وبين بوخريس. أزنيتي يحمل الكرة بيده ومعها تجارب السنين التي لم تشفع له أمام تمريرة حدراف التي كادت أن تكون خطيرة لولا لطف الأقدار. مهري، بوخريس والشعباني لم يكفوا عن الحديث. الدقيقة تشير إلى 42. حامل العلم تعب في انتظار التسجيل. ركنية طائشة وكرة مرتدة ودربكة بدون جدوى يرسلها الوادني بدون اتجاه. من في الاحتياط جالس على أعصابه يناقش ويحلل بدون جدوى. مدرج العساكر ما زال يحث فريقه على الصمود. نهاية الشوط الأول وزنيتي يحفز من يراه قادرا على صناعة الفوارق. الدقيقة 50. منعرج المباراة. ضربة جزاء. هل بالغ المهاجم البركاني في السقوط مثل ما يبالغ بفرحته بضربة الجزاء؟ كرسي احتياط العساكر يطالب الحكم الرابع بمراجعة الفار، بينما البحيري يتقدم للتسديد. غرفة الفار تنادي: هل من جديد؟ كرسي احتياط بركان يطلب مؤازرة الجماهير من أجل الضغط على حكم المباراة. فعلا صفر ضربة الجزاء. عين البحيري على المرمى وعين الوادني على النهائي. أقنع الحكم بسحب البطاقة الصفراء ولم يقنع التقناوتي بالتصدي لضربة الجزاء. جمهور البرتقالي سعيد ويرى نفسه على بعد خطوة من العودة. استفاق مدرج العساكر بعد استشعار الخطر وكثرت المشاحنات وتوالى سقوط اللاعبين. الدقيقة تشير إلى 61. محاولات هنا وهناك لكن بدون جدوى. بعد الدقيقة 78 التكتيك وحده لا يكفي. شيء مما تعلمه رضا سليم هنالك في القاهرة. مشهد درامي بعنوان: تضييع الوقت أفضل من تضييع تذكرة العبور إلى النهائي. في آخر اللحظات هنالك من يراهن على خبرة المخضرمين. الساعة تشير إلى 89. هل انتهى كل شيء؟ لا، ليس بعد. كرة مهري، هل هي ضربة جزاء أو خطأ قريب من مربع العمليات؟ دخول الكعبي لم يغير النتيجة، لكنه حاول تغيير قرار الحكم ولكن بدون جدوى. الوادني أراد أن يحدو حدو سليم، لكن ربيع أراد التأهل أن يكون نظيفا.